أجزاء من القمر وجميع لاعبي إشبيليا، أشياء يمكن شراؤها براتب رونالدو مع النصر. لن يكون كريستيانو رونالدو إن لم يحدث انتقاله إلى أي ناد جديد زلزالا في عالم كرة القدم. هذه الصفقة دخلت التاريخ ولن يوازيها انتقال آخر من ناحية القيمة المادية. فمن هو النادي الذي سيدفع 200 مليون يورو في الموسم للاعب على مشارف 38؟ وحده رونالدو من يستطيع الحصول على رقم فلكي كهذا. لكن السؤال الأبرز، كيف له أن يصرف كل هذه الأموال؟ ما الذي يمكن أن يشتريه كريستيانو رونالدو بهذه الثروة الطائلة التي تضاف إلى ثروته؟ إليكم الإجابة. أكبر جزيرة خاصة. يستطيع رونالدو شراء جزيرة رانجياي في تايلاند، وهي أكبر جزيرة خاصة متاحة للبيع على كوكب الأرض حاليا، ويبلغ سعرها 160 مليون دولار. قصر نخلة جميرة في دبي. قصر نخلة جميرة في دبي هو أغلى عقار في الإمارات حاليا، وقد بيع مؤخرا بمبلغ 163 مليون دولار. يستطيع رونالدو شراءه حاليا مع منح المالك هامشا جيدا من الربح. 3 سيارات فيراري 250 جي تي او 1963. يطلق على سيارة فيراري 250 جي تي او 1963 لقب بيكاسو السيارات نظرا لجمالها المذهل، وقد حصلت على المركز الأول في سباق جولة فرنسا لعام 1964. بيعت السيارة مؤخرا بسعر 70 مليون دولار، مما يعني أن راتب رونالدو السنوي يستطيع شراء 3 سيارات مثلها. جميع لاعبي إشبيليا. تبلغ القيمة السوقية للاعبي إشبيليا 270 مليون يورو، مما يعني أن رونالدو يستطيع شراء جميع لاعبي النادي براتبه السنوي. هناك أندية أخرى يستطيع شراء جميع لاعبيها، مثل ليل الفرنسي وساسولو الإيطالي وفولفسبورغ الألماني. هاتف آيفون 14 تيرابايت. كم تحتاج من الوقت لشراء هاتف آيفون 14 تيرابايت وهو الأحدث والأغلى من شركة أبل؟ شهر أو شهرين أو عام كامل؟ رونالدو يستطيع شراء الهاتف مقابل عمله 4 دقائق فقط مع النصر، إذ يحصل في الدقيقة على 386 يورو تقريبا. راتب رونالدو السنوي يستطيع شراء 133,333 هاتف آيفون 14 تيرابايت. 77 قيراط من الألماس الوردي. الألماس الوردي هو أغلى أنواع الجواهر والأحجار الكريمة، وقد بيع القيراط الواحد منه مقابل 2.6 مليون يورو في مزاد علني عام 2018، ولم ينخفض سعره أبدا. رونالدو يستطيع شراء 77 قيراط من الألماس الوردي براتبه السنوي مع النصر السعودي، علما أن جوهرة منه بيعت عام 2018 مقابل 50 مليون دولار. أجزاء من القمر. لا يمكننا امتلاك أراضٍ على القمر، لكن يمكن امتلاك بعض القطع منه، وهي نادرة للغاية. رونالدو يستطيع براتبه السنوي مع النصر امتلاك أجزاء من القمر، إذ سبق أن عرضت قطعة صخرية من سطح القمر للبيع في أشهر مواقع المزادات مقابل 2.5 مليون دولار تقريبا. نادي بورنموث الإنجليزي. نادي بورنموث الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز معروض للبيع حاليا بسعر 150 مليون دولار تقريبا. رونالدو يستطيع شراء النادي وإضافة الاستثمار في كرة القدم لقطاع استثماراته الواسع. طائرة بوينغ بي بي جي الخاصة. طائرة بوينغ بي بي جي الخاصة تعد من أغلى الطائرات الخاصة في العالم، وتبلغ قيمتها 224 مليون دولار تقريبا، مما يجعل رونالدو قادرا على شرائها مقابل راتبه السنوي من النصر. الطائرة تتسع ل 39 شخصا، وتبلغ مساحتها 2400 قدم مربع تقريبا.